بيبدأ فيلمنا مع شاب عايش في باريس اسمه سام، وفي يوم من الأيام بيكون رايح لبيت صديقته علشان ياخد منها الشرايط اللي عليها الأغاني بتاعته، ولكنها بتكون عاملة حفلة وبتقوله إنها مش فاضية تدور على شرايط، لكنه ما عندوش دم وبيقرر يستنى على ما تفضى. ده يعني على أساس إن هي مش بتقوله كده علشان تطرقه. لما بتيجي بتقوله إيه ده أنت لسه هنا؟ بيقولها فين الشرايط بتاعتي؟ فبتقوله الشرايط فوق اطلع خدها، لكن هو ماشي بيتخبط في واحد سكران وبيتعور من مناخيره وبيحس إنه دايخ فبينام. بعدها بشوية بيصحى وبياخد الشرايط، ولكن لما جه يطلع بيلاقي ان المكان كله اتحول لخرابه، وبيقول ايه ده هو انا نمت قد ايه؟ وبيتحرك شويه وبيلاقي صاحبته على السلم وبيقول لها ايه ده انت هنا؟ وما بيلحقش يكمل وبيلاقي الزومبي هجموا عليه، لكنه بيقفل الباب بسرعه. بعدها بيروح يبص على الشباك وبيلاقي ان السكان اللي في العماره اللي قصاده لسه عايشين، انهم لسه ما تحولوش لزومبي، وبيكون فرحان جدا. ولكن بيلاقي الزومبي بيطردوهم وبيحولوهم هما كمان لزومبي، فبيزعل تاني. بعدها قرر انه يقعد في الشقه وما يطلعش منها. بعدها بيطلع على سطح المبنى علشان يشوف اي حد يطلب منه مساعده، ولكنه ما شافش غير الزومبي. بعدها نزل وبدأ ينظف أرضية الشقة من الدم، ولكن فجأة بيلاقي رصاصة خرمت السقف. بيقول ايه ده هم بقوا مسلحين ولا ايه؟ لما بيبص من الفتحة اللي الرصاصة عملتها يلاقي راجل عجوز منتحر. بعدها بيوسع الفتحة شوية وبينزل بيلاقي ان الراجل انتحر هو ومراته، فخد البندقية وخرج، ولكن لقى زومبي قدامه فقفل الباب تاني وطلع. لقى شوية معلبات في الشقة اللي جنبه فخدهم ومشي. وبعدها لقى ان الاكل ده شوية فقرر يلم المعلبات اللي في المبنى كله. اول شقة يدخلها لقى فيها زومبي فهرب منه وقفل الباب وعمل عليها علامة اكس علشان يعلمها، ولكن هو طالع لقى زومبي في الاسانسير فصعب عليه ومرضيش يقتله. وبعدها طلع الشقة ونام. تاني يوم بيبص من الشباك ولقى الزومبي وعرف انه هيصطبح بوشهم كل يوم. وبعدها قرر انه يقلل من الاكل علشان ما يخلصش. بعدها قرر يعزف موسيقى ولقى ان الزومبي يتلموا على الصوت فقرر انه يوقف. فات شهر وهو لسه في الشقة، وبعدها شم ريحة وحشة وتناه يدور لحد ما لقى ريحة الراجل العجوز اللي انتحر هو ومراته، وقال لهم هلاقيها منكم ولا من الزومبي؟ وبعدها حطه في كيس زبالة هو ومراته. بعدها بص من الشباك ولقى قطة فقرر ينقذها، ولكن الزومبي هجموا عليه فدخل جوه عربية وطلع من الباب التاني، وبعدها جري وقفل الباب بتاع العمارة. ولما بص من الشباك تاني اكتشف ان القطة اصلا زومبي، فقال لها وحياتك لموتك وراح مموتها. بعدها احبط وقرر انه ينتحر، ولكنه بيغفل شوية وهو نايم بيدوس على الزينات بالغلط ولكن ما بتجيش فيه، وبيصحى وبيحمد ربنا انه لسه ما ماتش وراحت من دماغه فكرة الانتحار. بعدها بكام يوم راح يبص من الشباك فبيلاقي ان مفيش ولا زومبي، وبيقرر انه يهرب من المدينة، ولكن لما بينزل الشارع بيخاف وبيرجع تاني. وبيقرر يعزف على الآلات علشان يتأكد من عدم وجود الزومبي، ولكن لما بيعزف بيلاقيهم جايين تاني وبيعرف ان هما كانوا لسه موجودين. بعدها بيوم هو نايم بيحس بحركة ورا الباب فبيطلع البندقية وراح ضارب طلقة، وبيكتشف بعدها انه ضرب بنت بشرية فبيروح علشان يطلع الخرطوش من جسمها. وبعدها بيكون مغمى عليها فبيسيبها وبيمشي. تاني يوم بيلاقيها صحيت وبيفرح انه مش لوحده، ان هيكون معاه حد يكلمه بدل ما يتجنن ويموت. وبعدها اكتشف ان الاكل قرب يخلص، قرر ينزل يجيب اكل اليوم هما الاتنين. وبعدها نزل الشقة اللي كان معلمها وعمل فتحة في الباب وقتل كل الزومبي اللي كانوا جوه، وجاب اكل من الشقة ورجع تاني. ولما رجع ملقاش سارة، ولما طلع يدور عليها على السقف لقاها وبتقوله ان هما لازم يهربوا من هنا، وده لان الاكل هيخلص، وحتى لو قعدوا شهر او اتنين بعدها برضو الاكل هيخلص وهيموتوا، فالاحسن انهم يهربوا. لكنه بيقولها لما الاكل يخلص يبقى يفرجها ربنا، فبتسيبه وبتمشي. وبعدها بشويه بينزل وراها، ولكن لما بينزل بيتفاجئ اصلا انها ميته، وانها ما كلمتوش، وان كل ده كان من وحي خياله، وانها اصلا ماتت من كام يوم. بعدها قرر يسيب الشقة ويخرج للعالم، وحرق كل الشرايط اللي كان جاي علشانها. وبعدها فتح باب الاسانسير للزومبي اللي كان محبوس، بيتفاجئ ان الزومبي ما عملوش حاجة. بعدها بيتفاجئ ان عدد كبير من الزومبي كسر باب العمارة، وده بسبب صوت انذار الحريق اللي اشتغل لما ولع في الشرايط. وبيطلع فوق متخفي وسط الدخان علشان الزومبي ما يشوفوهوش، وكمان علشان ما يحسوش بيه. وبعدها استخدم الحبال اللي كانت مع سارة علشان يروح العمارة اللي قصاده، وينط من الشباك بتاعها، ولكنه كان متفائل بزيادة وخبط في العمارة ومات. وبكده دي تكون نهاية فيلمنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية. لا يا عم استنى بهزر معاك، دي مش نهاية الفيلم. نرجع تاني لما كان طالع متخفي وسط الدخان علشان الزومبي ما يحسوش بيه، وبعدها طلع فوق العمارة واستخدم الحبال اللي كانت مع سارة، وكان مفكر انه هيعرف ينط جوه شباك العمارة التانية، ولكنه بيتخبط في العمارة وبيغمى عليه. وبعدها بشوية بيصحى وبيلاقي نفسه متعلق، فبيطلع فوق العمارة وبيسمع صوت بني آدمين، وبيحس إن لسه في أمل، وإن مش هو لوحده في المدينة، وإن في بشر كمان. وبس كده، ودي نهاية الفيلم بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وفعل جرس الإشعارات عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي جاية. سلام.